ما هو الفوسفات؟ الفوسفات ثروة باطنية تستخرج من باطن الأرض، تنتج منها عدة مواد مهمة جدا جدا جدا، بحيث أنه لا يمكن للعالم العيش دون هذه الثروة. أين يوجد الفوسفات؟ يوجد من 20 إلى 30% من الفوسفات، أي ثلث هذه الثروة، في عدة دول أهمها الصين. أما المغرب فيملك وحده من 75 إلى 80% من هذه الثروة، أي الثلثين. والمفاجأة هو أن المغرب يستطيع تزويد العالم بالفوسفات ل700 عام قادمة، 7 قرون. تخيل معي، تخيل. أي أنه مستقبلا قد ينفذ الفوسفات من كل العالم، وسيكون المغرب هو البلد الوحيد الذي يسيطر على إكسير حياة العالم. فقد أكدت دراسة أمريكية أن الفوسفات سيصبح في السنين القادمة أهم من النفط، وسيصبح الثروة الأولى بالعالم من حيث الأهمية. فلا يمكن إطعام أفواه البشر دون الفوسفات، كما أن المجاعات تعني الحروب. فلما كل هذه الأهمية التي يحظى بها الفوسفات؟ ولما سبق وقلنا أنه إكسير الحياة؟ استخدامات الفوسفات. انطلاقا من استخدامات الفوسفات نعرف لما هو مهم إلى هذه الدرجة. يستخدم الفوسفات في كل شيء تقريبا. مثلا يستعمل عنصر الفوسفور المستخرج من الفوسفات في الصناعات التعدينية والحربية والطبية والغذائية والخزفية والنسيج. كل هذه القطاعات تتوقف تماما إن لم يكن هناك فوسفور الذي يستخرج من الفوسفات الذي يسيطر عليه المغرب. إذن المغرب يسيطر على هذه الصناعات. أكرر، كل هذا في الفوسفور الذي يسيطر على إنتاجه المغرب، وسيصبح قريبا هو المنتج الوحيد لهذه المادة. نعم، الفوسفور يسمى إكسير الحياة. لماذا؟ لأنه مهم جدا لحياة أجسامنا ونباتاتنا وحيواناتنا وكل الكائنات على سطح الكوكب، فهو يدخل في تركيب أجسام كل الكائنات الحية. ولهذا السبب يذهب معظم الفوسفات المستخرج لصناعة الأسمدة لزيادة المحاصيل الزراعية. لكن الفوسفات لا يحتوي فقط الفوسفور إكسير الحياة، كما تستخرج منه بعض المعادن النادرة جدا جدا والثمينة، وبعض العناصر المشعة كذلك. ومن بين هذه العناصر يوجد اليورانيوم، والذي لا يمكن الاستغناء عنه فيما يخص الصناعة والطاقة النووية. اليورانيوم هو منتج جانبي الذي يمكن الحصول عليه أثناء تحويل الفوسفات إلى حمض الفوسفور، وتحتوي خامات الفوسفات الصحراوية على 200 جرام من اليورانيوم في كل طن. إذن من يسيطر على إنتاج اليورانيوم فإنه كذلك سيسيطر على الطاقة النووية، وكذلك صناعة الأسلحة النووية، لأن اليورانيوم هو أهم مادة في هذا المجال. أهمية الفوسفات. انطلاقا مما ذكرناه وهو جزء بسيط فقط، نستنتج أن من يملك ويسيطر على هذه المادة هو الأقوى على الصعيد العالمي. يسيطر على الفوسفور مثلا، إذن يستطيع التحكم في الأمن الغذائي للعالم، وهذا أصبح معروف. المغرب يسيطر على الأمن الغذائي العالمي. إذن أنس، المغرب قادر على دعم سلة الغذاء العالمي لسنوات طويلة بفضل صناعة الفوسفات ومشتقاته بحسب طبعا الخبراء. ناهيك عن المواد التي تستعمل في الطب والأدوية وإلى غيرها من المجالات. هذه أمثلة فقط. الفوسفات والمال. يباع الفوسفات المغربي حاليا ب$340 للطن، أي ما يعادل 3500 درهم للطن، ويصل في بعض الفترات إلى 4500 درهم للطن. يقول المغرب أنه ينتج سنويا 30 مليون طن، ويفكر في الانتقال إلى 40 مليون طن سنويا. وبعملية حسابية بسيطة، 30 مليون طن مضروبة في 3500 درهم تساوي 105 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار دولار. هم يقولون أنهم ينتجون 30 مليون طن بالسنة، ضرب في ثمنه الحالي يعطينا 11 مليار دولار. فهذه عملية حسابية مبسطة. لكن هل هذه الأرقام صحيحة؟
هذا ما سنتحقق منه بشكل أدق بعد قليل، لكن قد يربح المغرب أضعاف هذه الأرقام لو أنه عوض بيع المواد المستخرجة من الفوسفات للدول الصناعية لتصنع منها تزينة منتجات نستوردها بثمن أغلى من الفوسفات. لو أن المغرب استطاع على مدار سنين مضت تأسيس شركات تستغل توفر هذه المادة في البلد ثم تستعملها لصناعة تلك المنتجات، لما كانت هناك بطالة في البلد ولا كانت أرباح المغرب فلكية من هذا المجال. لكن المغرب لم يستطع تصنيع حتى زيت الزيتون، فمعظمه يعصر بطرق تقليدية ويباع بثمن بخس، فما بالك بالفوسفات؟ كما أن هذه الدولة لا يستطيع الفلاح فيها أن يحصل على الأسمدة بثمن بخس أو مجانا، بل معظمهم لا يستطيع شراءها أصلا، وبالتالي فلاحة وفلاح وحياة زي الزفت كما يقول المصريين، وهذا الكلام حسب صحف عالمية. إذن نحن لا نستغل هذه الثروة بشكل صحيح، لأننا دولة غير صناعية، بل دولة لا ترغب في أن تصبح صناعية، لأن ذلك يقتضي وجود سوق حر وديمقراطية في البلد، وهذا ما لا يستطيع المخزن تقبله، لأن فكر المخزن قديم ومتخلف ولا يريد الخير لهذا البلد. الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. من يريد أن يعيش سعيدا فليموت. يقول المخزن أن عائدة الفوسفات سنة 2015 وصلت 47 مليار درهم فقط، لكننا قبل قليل قلنا حسب عملية حسابية بسيطة أنها يجب أن تكون 105 ملايير. قد نكون قد أخطأنا، لكننا لسنا وحدنا من يقول ذلك، فصحف عالمية كذبت المكتب الشريف للفوسفات والمخزن. فمثلا صحيفة نورثرن ميل المتخصصة في المعادن قالت أن الأرقام الرسمية التي يعلنها المكتب الشريف للفوسفات ما هي إلا كذب على المغاربة، بل أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير. كما يتهرب المسؤولين المغاربة من إدارة الشركة الشريفة للفوسفات بالبورصة لكي تبقى الأرقام سرية. السؤال: لما لا تدرج الشركة في البورصة؟ يقولون أنهم لا يريدون خوصصة هذا القطاع، لكن هذا لا يعني أن يظل المواطن المغربي غير قادر على معرفة الأرقام الحقيقية بشكل دقيق. لكن هل تعتقد أن الأمر يقتصر على الكذب فقط؟ السؤال كذلك: أين ذهبت عائدة الفوسفات منذ اكتشافه إلى اليوم؟ لا احتياطي نقدي، لا تعليم قوي، لا تحول في البلد حصل؟ حسنا، سنحاول الإجابة عن هذا السؤال. الفوسفات والماضي. الفوسفات منذ سنين مضت ومنذ الاستقلال كان ضيعة المسؤولين الذين نهبوا هذه الثروة، فعوض تسييرها لتنمية البلد اهتموا فقط بتنمية أرصدتهم البنكية، وهذا شيء معروف. فقد كان يتصرف هؤلاء وكان الفوسفات ملك لهم دون الشعب، فالأسفار والحفلات والخدمات كلها كانت على حساب المكتب، وحتى الموظفون الأشباح بالمئات، موظفون يأخذون أجور خيالية وهم في الحقيقة لا وجود لهم، موظفون وهميون. وإلى اليوم لم يكشف عن مقدار المال الذي تمت سرقته من طرف هؤلاء، ولم يصدر تحقيق رسمي لمحاسبة من تسببوا في إفقار الشعب. لكن منطق المخزن هو أنك أنت صاحبي سرقتي، يلا خوي عفى الله عما سلف، ابدأوا من جديد. عندما احتاج المخزن للمال أكثر أزاح الفاسدين وأتى بأشخاص جدد. كان المدراء السابقون للمكتب ومنهم مراد الشريف كسالى لدرجة أن الفوسفات ظل بثمن 40 دولار 400 درهم لعقود عشرات السنين، والفوسفات بثمن بخس جدا. كما قلنا عندما احتاج المخزن للمال أكثر أزاح الفاسدين. تم تعويض مراد الشريف بمصطفى التراب الذي نودي عليه من واشنطن، حيث كان يشغل منصبا رفيعا بالبنك الدولي، وبفضل هذا الرجل قفز سعر الفوسفات من 40 دولار إلى 300 دولار في سنة واحدة، من 400 درهم إلى 3000 درهم للطن في سنة واحدة. ماذا كان يفعل المسؤولون السابقون؟ يبيعون الفوسفات ويأخذون أمواله دون اجتهاد أو في رغبة في تطوير هذا المجال. لكن هل تمت محاسبتهم؟ أبدا. كما قلنا تم تعيين مصطفى التراب، تعيينه من طرف الملك،
الشعب لا يستطيع مراقبة هذه المؤسسة. هنا يأتي دور المخزن، ونعرف أن الفوسفات مسيطر عليه بشكل كامل من طرف المخزن. وإلى الآن رغم تعيين مصطفى تراب لا يزال الغموض يحوم بهذه المؤسسة التي يديرها المخزن وليس الجهات المنتخبة.